بجد لسه شايف بيزنس معمول على عيان، بيزنس بجد يعني. مريض جاي لي عايش في الدوحة. فالمهم ايه، الراجل عنده شوية زوائد عظمية على الفقرات العنقية. يعني ايه زوائد عظمية على الفقرات العنقية؟ ادي الفقرات العنقية اهي اهي، وعنده شوية زوائد عظمية قدام هنا، فساعات بتبقى لمساله العصب كده شوية، بتعمله التهابات في الأعصاب ماشي. فبيحس ساعات ان هو ايه، ايدي وجعاه شوية، تنميل في كف ايده ووجع في الكتف. المهم الراجل يا عيني ايه، لقيته بقى كاشف عند الدكاترة في بره يعني. فالمهم مدين له ايه، مدين له دواء اسمه سلازوبايرين. سلازوبايرين ده دواء من الادويه المناعيه، ده بتاع الناس اللي عندها الروماتيزم. وقالوا له ان انت عندك تصلب في العمود الفقري، وعندك التهاب في الاعصاب، وعندك روماتيزم. المهم بكشف على الراجل لقيته ايه، الولد من الاخر يعني هو بس مليان شويه، موظف بنك مليان شويه، كتافه مكتله كده وراسه طالعه لقدام. كل المشكله اللي عنده ان لما بيرفع ايده اليمين بيرفعها كده هو للاخر، وبيقول لي عندي وجع هنا. قلت له بعدين؟ قال لي وكان عندي وجع في ركبي، خدت له حقنه مسكن واحده من شهر وبقيت كويس. الله، بس انا بقالي 3 شهور ماشي على ايه، العلاج المناعي ده، وموصوف لي حقنه اسمها هيوميرا. والناس اللي عارفه الهيوميرا ده علاج بيولوجي، الناس اللي عارفه الهيوميرا دي حقنه غاليه جدا جدا جدا، ويعني ما بتتوصفش لحالات معينه قوي. ناس بقى عندها امراض مناعيه قويه جدا 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 مش عارفين نسيطر عليها بالادويه المناعيه العاديه. فتدي العيان زي ده ادويه تنزل له المناعه بتاعته، وادويه علاج بيولوجي، وفي الاخر العيان برضو كتفه لسه ما اتحسنش حتى. الولد يا ولدانم قدامي هنا، ها، ظبطت له فقره في رقبته تك، اديته ابره في كتفه تك، قال لي الحمد لله 70% احسن. 70% احسن من جلسه ما خدتش 5 دقايق. 5 دقايق، ما خدتش 5 دقايق. الولد بقى خف وبقى كويس. هو مهمل مدخن وقاعد على المكتب كتير وموظف بنك وستريس وبتاع. اساسا خد بالك بقى من موضوع الاستريس ده. الاستريس ده بيعلي هرمون اسمه الكورتيزول. الكورتيزول ده بيعمل حاجه اسمها بافلو هامب. الحته دي تدخن عندك كده وتكتل، وعضلات دي تشد وتبقى عامل كده اهو، وجلدك يضعف ويحصل ستريتش ماركس كتير واوجاع في الجسم كله وديستربنس في النوم وقله، والنوم يبقى بايظ معاك شويه. فانت كل ده بيحصل اعراض عشان الكورتيزول عالي، وهو الاستريس هرمون. الهرمون بتاع الاستريس عالي فحصل. ولكن ده مش بالضروري ان هو مشاكله في العظم نفسه، لا. الراجل محتاج بس ان عضلاته تقوى شويه. الولد محتاج بس ان هو يتمرن، ياكل صح، ينام بدري، والحاجات الكليشيه اللي انت بالنسبه لك سامعها، اللي هو ايوه النصائح العامه اللي النصائح العامه دي بتجيب، بجد بتجيب. لان هو مفيش، الولد بعمل له حركتين طق الولد فك بقى زي الفل 100. فبصراحه في كده يعني زي منشآت طبية كده تخش تتاكل من أولك لآخرك. عيال واقفة بره وبتاع، وإيجارات مدفوعة وتكييفات شغالة، فأنت لازم كل ده لازم يدفع له. فمن الآخر يعني تعالى بقى تحاليل وأشعاعات ورنين وسي تي وبتاع، والواد كويس مفيش حاجة. سبحان الله، هوب ركب الصاروخ وخد أدوية. الأدوية دي بتعلي انزيمات الكبد عشان تبقى فاهم. الأدوية دي سامة بجد سام. بعد إذنك أما يبقى عندك أعراض زي دي، أبوس إيديكم يا جماعة، والنبي أبوس إيديكم، روحوا لدكتور علاج طبيعي. والله العظيم مفيش الاشتغالات دي، بجد مفيش الاشتغالات الكمية دي بجد يعني. بجد يعني أنا بشوف إن اتجاهك لدكتور العلاج الطبيعي بجد انه يشوف لك مشكله لوكال زي هنا، ويفك لك الالتهاب كده ويعدل لك فقره، وبعدين بنبص على العيان كله. ومش لازم نبص على ان الاشعه، ما هو عنده زوائد عظميه في رقبته، الاشعه فيها زوائد عظميه ماشي، بس انا عملت مليون اشعه، لو عملت مليون اشعه لمليون واحد منكم هتلاقوا كل الناس عندها زوائد عظميه وما عندهاش مشاكل، مفيش مشاكل. ولكن انت بتخش هوب زبون تك 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 تركب الصاروخ. فبعد اذنكم خلوا بالكم وخدوا رأي كذا دكتور، مش رأي اول دكتور هو اللي يمشي. بلاش الغلطة دي. مش بتكلم ان احنا انبياء كدكاترة، بس انا بتكلم ان
الخطأ الطبي وارد. دكتور دخلت له من وجهة نظره، ما هو ده دكتور مناعة، يعني هيفتح الشنطة بتاعته حاجات ايه كلها مناعة. انا دخلت لدكتور الروماتيزم، اصل انا تعبان، دخلت لدكتور الروماتيزم، دكتور الروماتيزم راح فتح الشنطة بتاعته، يعمل لي التحاليل الفلانية، الولد تحاليله كلها سليمة، وبرضه اداله دواء. يعني برضه الدكاترة اللي عندها الايجو بتاع ان انا ادي دواء في مجالي، ما دام هو جالي، اما مشوش ايده فاضيه. ليه؟ طيب لا حول ولا قوه الا بالله، الولد سليم. كل اللي استفاده ان هو لما خد الهيدروكين ده انزيمات الكبد بتاعته عليت وشكرا، ده تعبان على طول ومهمد وعايز ينام ومش عارف ايه وبتاع. ليه لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم قول مش بتاعي، العين ده مش بتاعي، بس خلاص السلام عليكم. ابعت له دكتور علاج طبيعي، يا عم ابعته الجيم، يا عم يتمرن شويه وياكل صح. مش نجرب دي الاول؟ جرب دي الاول وبعدين نبقى اشوف لدكاتره المناعه. الفكره في حاجه ان هو لما راح للدكتور قال له انا بصحى موجوع. كتير من مرضى الروماتيزم يصحى موجوع مكسر، ويقعد ساعه ساعتين مش قادر يقوم من السرير، بعديها يبدا يفوق. طب ثانيه واحده، معلش انا اسف، انا واحد مصري رحت اعيش في الدوحه، رحت اعيش في قطر، ماشي، انا بتكلم على الناس المغتربين، فهوب راح فاتح التكييف، بلد نار، فاتح التكييف طول ما هو نايم، ماشي، ورايح على فرشه غير فرشته، فالمرتبه مش حلوه مثلا. دي عوامل تخليني اصحى بايظ، دي عوامل تخليني اصحى تعبان، مش بالضروري اني عندي روماتيزم. وعملت التحاليل ما عنديش روماتيزم. في ناس كتير في تحليلها ما عندهاش روماتيزم، بس هي عندها حاجه اسمها تايب اوف انديفرنشيتد روماتويد، يعني انا عندي نوع من الروماتيزم التحاليل مش جايباه، فببدا ادي ادويه روماتيزم عادي. فالمهم ان هو كان يعني من وجهه نظري الغلطه اللي عملها العيان بس عن جهل، مش هلومه بصراحه، يعني ما هو ايش عرفه، راح اساتذه كبار، مستشفيات عريقه جامده جدا، دكاتره شعرها ابيض وبتاع، انت يا ابني عندك تصلب في العمود الفقري وروماتيزم. ايوه صح، وهتقرا لك عرضين ثلاثه منهم على تشات جي بي تي، هتلبسها هتشيلها فعلا يعني، وهتروح واخد الادويه. بجد خد رأي 1 و2 و3 لحد ما تقع في حد عنده ضمير يقول لك ان لا، ما ينفعش ان انا اخد الدواء ده. انا بتكلم على مين بجد؟ بتكلم عن الناس المغتربين اللي عايشين بره. بجد في مستشفيات بتعمل بيزنس جامد جدا من الموضوع ده. بليز خلوا بالكم، ويعني شوف دكتور و2 و3 قبل ما تحكم على حالتك. وهذا والله اعلم. السلام عليكم.